صباح رياضي، عودة صباح رياضي في الشبكة البرامجية العادية لإذاعة البهجة بعد الشهر الفاضل. صباح الخير جمال حديد، وعودة جمال حديد البرنامج. صباح الخير آمال، صباح الخير كافة مستمعي إذاعة البهجة، وصحة عيدكم. صحة عيدك جمال، كل عام وانت بخير إن شاء الله، في قبل عام حياة إن شاء الله. والديك إن شاء الله. دونك البداية مستمعينا الكرام بالمنتخب الوطني المقبل على مباراتين وديتين. نعم، شهدت مدينة تورينو الإيطالية الانطلاق في التربص الخاص بالمنتخب الوطني من أجل التحضير الاستحقاقات المقبلة على غرار مونديال 2026. وستخوض العناصر الوطنية خلال هذا التربص مواجهتين وديتين، الأولى أمام منتخب غواتيمالا يوم 28 مارس الحالي بمدينة جنوة الإيطالية، في حين ستلعب المباراة الثانية أمام منتخب الأوروغواي يوم 31 مارس بمدينة تورينو. وقد شهدت قائمة المنتخب الوطني الخاصة بهذا التربص إبعاد عديد الأسماء على غرار بغداد بونجاح، حماد عبدلي، منصف بكرار وآدم زرقان، كما تم استدعاء أسماء جديدة على غرار الحارسين ماستيل وبالعزوق، بالإضافة إلى المدافع أشرف عبادة والمهاجمين نذير بن بوعلي وغجيميس فارس، وبإضافة إلى وسط الميدان عوشيش عادل، وكذا عودة المهاجم شياخة. نعم جمال، ومن أخبار المنتخب إلى أخبار الرابطة المحترفة، والبداية باتحاد العاصمة وشبيبة القبائل. يستقبل نادي اتحاد العاصمة المنتشي بتأهله إلى المربع الذهبي من كأس الاتحاد الإفريقي هذا الأربعاء ابتداء من الساعة 9 ليلا على ملعب 5 جويل الأولمبي نادي شبيبة القبائل، المتعثر في آخر الجولات أمام كل من اتحاد خنشلة وشبيبة الثورة. وتدخل المباراة ضمن تسوية رزنامة المباريات المتأخرة والمتعلقة بالجولة 16 من الرابطة المحترفة الأولى. ويسعى الاتحاد خلال هذه المباراة المتأخرة إلى تحقيق الفوز والتقدم أكثر في سلم الترتيب، لا سيما وأن أبناء سوستارا يملكون 5 لقاءات متأخرة باحتساب مباراة شبيبة، وبالتالي فهم أمام فرصة مثالية للاقتراب أكثر من أصحاب الصدارة، في وقت يحتل قلنا الفريق المركز الثامن برصيد 29 نقطة. ماذا جمال عن المباراة التالية التي ستجمع بين شباب الوزداد ومولودية الجزائر؟ نعم، من كلاسيكو الاتحاد والشبيبة إلى ديربي الشباب والمولودية، حيث سيشهد قلنا الأربعاء أيضا مباراة ديربي بين شباب الوزداد الذي تأهل هو الآخر إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، وبين ضيفه مولودية الجزائر متصدر البطولة الوطنية. وتأتي هذه المباراة ستلعب من دون جمهور على ملعب نيلسون مونديلا ببراقي ضمن تسوية رزنامة الجولة 16 من البطولة الوطنية. المباراة ستلعب على الساعة 6:15، وسيحاول فيها الشباب الذي يملك 5 مباريات متأخرة الفوز وحصد نقاط المباراة للتقدم أكثر، لا سيما أن الفريق يحتل المركز السابع برصيد 23 نقطة، بينما سيحاول الرفقاء فرحات تعزيز صدارتهم أكثر وتوسيع الفارق والانتقام من إقصاء الكأس. نعرف أن مولودية الجزائر أقصيت أمام شباب الوزداد في كأس الجزائر، وبالتالي هي مباراة نقول نوعا ما انتقامية لمباريات الجزائر. توقيت المباراة 6:15 ستلعب إن شاء الله بملعب نيلسون مونديلا، وهذا يوم الأربعاء يعني يوم غد إن شاء الله. إن شاء الله. جمال، ماذا عن القرار اللي كان نوعا ما نقولوا صادم من لجنة الانضباط ضد أنصار مولودية الجزائر؟ نعم، المباراة الديربي اللي حتكون بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة، نعرفوا هي تقريبا في الجزائر مباراة الموسم وديربي الأشقاء، مباراة توجد تكون جميلة في المدرجات، إلا أنه للأسف قررت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم معاقبة مولودية الجزائر بمباراة واحدة دون جمهور، وهي المباراة كما قلت ستجمعه بين متصدر مولودية الجزائر وغارمه التقليدي اتحاد العاصمة لحساب تسوية رزنامة الجولة 17 من الرابطة المحترفة. المباراة ستلعب يوم الاثنين المقبل 30 مارس على ملعب علي عمار بدويرة كما قلت من دون جمهور. كما تم أيضا معاقبة مولودية الجزائر بغرامة مالية قدرها 1,000,000 دينار جزائري. وتأتي هذه العقوبات على إثر الأحداث التي شهدتها المباراة السابقة لمولودية الجزائر أقول أمام خنشلة، والتي تميزت برمي المقذوفات واستعمال الألعاب النارية دون التسبب في أضرار جسدية بحسب بيان الرابطة. يعني بالتالي قرار مؤسف لجمهور مولودية الجزائر اللي كان ينتظر بشغف هذه المباراة. شكرا، يعطيك الصحة جمال. نعود نتلاقاو بك إن شاء الله غدوة في حكاية من سبور. حكاية من سبور. فوالا، دونك نهارك زين ومبروك. الله يسلمك.